مساء الخير. أي يوم يعدي على الإنسان بصحة وبطيبة وبحب وبسلام وبخير فهو عيد. احتفالات راس السنة دي مش مقتصرة على حد معين، دي للجميع. افرحوا بيها وهنوا بعض بيها وقولوا لبعض هابي نيو يير. ازاي نودع سنة مرت علينا وهي سنة 2022، وازاي نستقبل سنة جديدة علينا وهي سنة 2023. كلامي المتواضع ده لله اولا واخيرا، خدوه قاعدة امشوا عليه طول العمر بعون الله. اولا، كل عام وانتم طيبين وبصحة وبسعادة وبهنا وبفرحة وبسرور بعون الله وإلى ما شاء الله. ثانيا، مرت سنة 2022 على الخير والحمد لله رب العالمين، وباقي على انتهائها مجرد ساعات وتنتهي إلى الأبد بدون عودة نهائيا. بغضب من بعض الناس اللي بتسب الظهر وتقول بعدم وعي خالص دي سنة سودة يا رب ما ترجعهاش تاني. هرد عليهم وأقول لهم، هل انتم حصلت لكم مصيبة او كارثة دمرت حياتكم او صحتكم او مستقبلكم مدى الحياة يا قدر الله عشان تقولوا عليها سنة سودة مثلا؟ وتعليقا على تعودكم اللي بتقولوها وانتم مش فاهمينها خالص، ولو انتم فاهمينها مش هتقولوها ولا هيبقى حالكم كده نهائيا، وهي يا رب ما ترجعهاش تاني. هو حضرتك فاهم العمر اللي بيعدي برجع تاني عشان تدعي بس؟ ولا هو انت بتقول كلام وخلاص بدون فهم او وعي او ادراك للي بتقوله سيادتك؟ دايما في نهاية كل سنة لازم نسمع الكلام المتخلف ده من اصحاب عقول عقيمة بيسبوا في السنة. انا عندي فكرة هقولها لكم، حسنوا اخلاقكم وفكركم وتعاملوا بكل ادب واحترام، وابعدوا عن كل شيء يحرق دمكم وعصبكم، وساعدوا نفسيكم بإسعادكم للآخرين. ايه رأيكم؟ اعملوا حاجة مشرفة يبقى ليها أثر طيب في حياتكم، مش في سنة معينة بس. افهموا، اعملوا العمل الحلو في كل حياتكم عشان تبقى سنين الدهر حلوة ليكم ولغيركم بعون الله وإلى ما شاء الله. يا أهلا بالسنة الجديدة 2023، كلها ساعات إن شاء الله وهنستقبلها كلنا مع بعض. وأنا بفتتحها بالصلاة ركعتين لله وبسمع القرآن وبقرأ شوية في كتاب الله وأصلي على النبي كمان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يا سيدي رسول الله. وبعد كده أتفرج على الاحتفالات وأعبي أكياس مية وارميها من الشباك واضحك وافرح وانبسط بسعادة كل الناس وابقى طاير من الفرح وادعي واشرب بريل مع المزة وهي لب وسوداني وفاكهة، واقول هابي نيو يير لكل الناس، وبعمل عشاء حلو للسنة الجديدة وبسمع اغاني ومزيكا وبرقص كمان وبزود الرومانسية الجميلة. وبمناسبة كلمة الرومانسية بقول الرومانسية دي مش خيال، لكنها بحر جميل للي يعرف يعوم فيه بس. وبهيص وانا عارف حدودي فين بالظبط ومحترم حدود الاخرين. احمدوا ربكم على مرور سنة عدت بس من عمرنا، ونقول الحمد لله رب العالمين ان احنا ما زلنا واقفين على رجلينا وبصحتنا ومش محتاجين لحد لغير الله سبحانه وتعالى، ونفس داخل ونفس خارج. ويا رب اجعل العام القادم عام الحب والسلام والسعادة بعونك وإلى ما شاء الله. وفي النهاية أقول باي باي سنة 2022، كنت أجمل سنة وما زلت كمان، ومع السلامة إلى الأبد. ويا رب الفرحة والسعادة والصحة وكل حاجة شفتها فيكي أشوفها بأحسن وأجمل في السنة الجديدة وإلى ما شاء الله. أهلا وسهلا عام 2023، مع شكري وتحياتي للجميع. حاتم أبو عيسى.